من الاخطاء الكبيره جدا اللي ممكن يقع فيها صانع المحتوى، واللي انا في رايي ان دي اخطاء ساذجه جدا في 2025، هي استخدام المحتوى المعاد استخدامه، او استخدام اي نوع من انواع الميديا اللي عليها كوبي رايت. ودي حاجه بيكرهها اليوتيوب جدا، وبسببها استحاله القناه تقوم على رجليها. ولو القناه وصلت لتحقيق شروط الربح، اليوتيوب هيرفض مراجعه القناه، وهيبقى مجهود صانع المحتوى كله وقع على الارض. صانع المحتوى بيبقى عايز يقدم المحتوى بتاعه بشكل احترافي، عشان كده بيلجأ لبعض انواع الميديا اللي موجوده على اليوتيوب او على اي منصه تانية بيكون عليها حقوق ملكيه، وبيستعين بيها في الفيديوهات بتاعته. ودي تعتبر اخطاء قاتله جدا. بس عشان تقدر تقدم المحتوى بتاعك بشكل احترافي، في طرق شرعيه 100% تقدر تستخدمها وبدون اي حقوق ملكيه، بل بالعكس كمان هتعلي من كواليتي المحتوى بتاعك. يلا بينا نشوف ازاي. في مواقع كتيره جدا موجوده عليها انواع كتيره من الميديا، وكلها فري ومعلهاش اي نوع من انواع الكوبي رايت، وتقدر تستخدمها بحريه على المحتوى بتاعك. اول موقع معانا هو اسمه ميكسكيت. الموقع ده بيقدم لك فيديوز، وبيقدم لك كمان ميوزك، وبيقدم لك صور كتيره، وحتى تقدر تستخدم ايكونز PNG، وكلها فري. ومن المواقع برضو المشهوره جدا واللي بيستخدمها صناع المحتوى بشكل كبير هو موقع بيكسلز. الموقع ده عليه كميه كبيره جدا من الفيديوهات والصور الاحترافيه. لو جينا كده بصينا على الفيديوهات وحاولنا نبحث مثلا عن ثينكينج، تفكير، هيطلع لنا كميه كبيره من الفيديوهات لاشخاص بيفكروا او بيتاملوا، وكلها فيديوهات مجانيه. والفيديوهات اللي موجوده بابعاد مختلفه. حتى لو عايز تعمل فيديو شورت هتلاقي الفيديو عندك فيرتيكال. ومش معنى ان الفيديوهات دي مجانيه فجودتها قليله. لو جينا كده بصينا على اي فيديو منهم، دخلنا على الفيديو ده كده وعملنا زي ما انت شايف فري داونلود، لو كنا بصينا على الجوده بتاعته هتلاقي الجوده واصله لغايه 4K، يعني مفيش احسن من كده، وكلها حاجات مجانيه. وكمان من المواقع الكويسه جدا هو موقع فري بيك، هتلاقي عليه فيديوهات وهتلاقي عليه صور برضو كلها مجانيه وجودتها عاليه جدا. طب بالنسبه بقى للموسيقى والتاثيرات الصوتيه، في موقع مشهور جدا اسمه فري ساوند. الموقع ده عليه تشكيله كبيره جدا من المؤثرات الصوتيه او الموسيقى الطويله اللي تقدر تستخدمها في المحتوى بتاعك. لو جينا هنا بحثنا عن مثلا اي نوع موسيقى، كتبنا ساد، موسيقى حزينه، هتلاقي في البحث طلع لك كميه كبيره جدا. لازم تتاكد انك دخلت على كرييتيف كومنز 0. دي معناها ان المقطع ده معلهوش اي حقوق ملكيه ومش مطلوب منك اي حاجه. لو دخلنا على اي واحد فيهم مثلا تقدر تحمله بسهوله جدا، بس طبعا لازم تبقى عامل تسجيل دخول الاول. وفي بعض المقاطع الصوتيه ممكن يطلب منك انك تشير للموقع. هيجي يقول لك هنا جيت اتريبيوشن تكست، هيظهر لك هنا تكست تقدر تعمل له كوبي وتحطه في الوصف بتاع الفيديو كده. المقطع ده كانك دافع ثمنه، تقدر تستخدمه زي ما انت عاوز بحريه كامله، ومحدش هيرجع يطلب منك اي حاجه، ولا اليوتيوب هيقدر يمسك عليك اي غلطه. بالنسبه بقى للادعيه الدينيه او القران الكريم، في بعض صناع المحتوى بيستخدموا تسجيلات موجوده على اليوتيوب في المحتوى بتاعهم. انا عارف ان القران الكريم ده لينا كلنا ومن حقنا كلنا نسمعه، بس خلي بالك، من حقنا نسمعه بس مش من حقنا نستخدمه، لان القارئ او الشركه اللي سجلت ليها حقوق ملكيه، فما تقدرش ان انت تاخد اي مقطع تحطه في الفيديو بتاعك. طب نعمل ايه؟ الحل السليم 100% والمميز ان انت وانت بتصلي في اي جامع تقدر تسجل للامام ويكون صوته حلو، وتقدر تستخدم المقطع ده في الفيديو بتاعك ومعلهوش اي نوع من انواع حقوق الملكيه ومفهوش اي مشاكل. اظن بعد الفيديو ده عيب قوي انك تستخدم اي مقطع عليه حقوق ملكيه او معاد استخدامه وتدمر القناه بتاعتك قبل ما تبدا. وبس كده، ما تنساش بقى اللايك والاشتراك وتسيب لي كومنت بسيط تدعمني فيه. سلام.